معانا الفيديو ده من محافظة اسكندرية، تحياتي طبعا واحترامي لأهل اسكندرية. الفيديو ده من أرض الواقع، ده مش فيلم أكشن يا سادة يا كرام. معانا عربية هنا ربع نقل محملة حمولة هتظهر دلوقتي أمام حضراتكم في الفيديو. دي كانت داخلة على كمين في أحد طرق محافظة الإسكندرية. فمن الطبيعي طبعا إن الداخلية تسأل عن الرخص والكلام ده، فالداخلية بتوقفوا أو رجال الشرطة بيوقفوه عشان يسألوه عن الرخص. العربية قدام حضراتكم اهي، او بيسالوه عن نوع الحموله دي انت محمل ايه وكده، فما رضيش يوقف. بدا يمشي على طول زي ما شايفين حضراتكم. بدات رجال الشرطه، عربيه من احد العربيات اللي كانوا واقفين في الكمين اتطارت العربيه، بقت ماشيه وراها بالطريقه اللي شايفينها حضراتكم. بس يعني ربنا يحفظ الاولاد الاول، يعني احنا مش هنرضى له بالضرر ايا كان يعني نوع الخطأ اللي هو ارتكبه، او ايا كان يعني سواء كانت الحموله يعني فيها مخالفات او ممنوعات. لكن احنا نتمنى له السلامة طبعا، هو ورجال الشرطة. شايفين ده واحد من رجال الشعب المصري بيساعد الشرطة برضه في القبض عليه. ولكن سواق الربع نقل هنا عنده مهارات غير عادية. شايفين هنا الشرطة بيحاول يرمي عليه، ولكن برضه سواق الربع نقل ما زال انه مستمر في الطريق، وفي النهاية برضه هيتم القبض عليه يا سادة يا كرام، خلي بالكم يعني. لكن النتائج والتحقيقات لسه ما ظهرتش هو كان بيعمل كده ليه. ومن هنا تم القبض عليه عن طريق مساعدة الشعب لرجال الشرطة.